بسم الله الرحمن الرحيم. تحذير القبائل حول ما يحدث في منطقة الجنوب وخصوصا سبها، وردا على ما ورد على لسان المدعو علي العابد الناطق الرسمي بما يسمى باللواء السادس في أحد القنوات التلفزيونية بخصوص الإعلان عن قصف الأحياء المدنية داخل سبها بتاريخ 19 أي النار 2014 فرنجي، فإن قبائل المنطقة من المجارحة والجذاذفة والمشاشية وورفلة والحساونة والأهالي تعلن أن ما يحدث في سبها هو صراع قبلي بين قبيلتي التبو وولاية سليمان، وأن القبائل المذكورة بصفتها الاجتماعية والمدنية ليست لها علاقة بكل ما يحدث، ولقد حاولت منذ البداية للتدخل وحل هذا الإشكال، وعرضت على التبو ورحبوا بالعرض، وعرضت أيضا على ولاية سليمان ولكنهم رفضوا التدخل، وقالوا بأن هذه المشكلة لسنا طرفا فيها، وأن المشكلة بين الجيش الوطني وقبائل التبو المدعومة من الخارج حسب قولهم، وذلك حسب ما ورد في وسائل الإعلام وبشهادة الوفود التي قدمت إليهم من أنحاء ليبيا. وعلى كافة المسؤولين الرجوع لتصريحات هذه الوفود التي حاولت التدخل لحل هذا النزاع، وإننا في الوقت الذي نعرض فيه استعدادنا للتدخل وحل هذه المشكلة من جديد، فإننا نرفض رفضا شديدا ما يصرح به المتحدث باسم اللواء السادس بشأن ضرب الأحياء المدنية وتحمله المسؤولية التامة بدم أي بريء يسقط في هذه الحرب اللعينة، وأن الضرب على الأحياء المدنية أو قصفها سيكون إعلان حرب على هذه القبائل الشريفة، وسيكون الرد قوي ولن يكون في صالح الوطن والمواطن. نقطة، انتهى.